إننا نعيش في دار هي دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسرها عسر وحزن سرورها، أرباحها خسر ونقص كمالها. هي الحياة الدنيا ذات الفتنة العظيمة التي افتتن بها كثير من الناس فهلكوا. هي الدنيا الغرارة التي اغتر بها كثير من الناس فندموا. هي الدنيا الزائلة يا عباد الله، والتي لا تبقى ولا تدوم لأحد، ولكن كثيرا من الناس لم يفقهوا ذلك فيعتبروا لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والملك قد حاولت عاد فما خلدوا. ولا سليمان إذ الريح تجري له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. عباد الله، لما كانت الحياة الدنيا فتنة عظيمة افتتن بها الكثيرون، حذرنا ربنا جل وعلا في كتابه من الافتتان بها ومن عواقبها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولزجر النفوس وتهذيبها، ولقطع أطماع القلوب وركونها إلى الدنيا، وصف الله جل وعلا حقيقة الدنيا وهو أعلم بها لأنه خالقها، فقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الدنيا وهو من أعلم الناس بحقيقتها، فقد قال يوما لأصحابه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد اتقى الدنيا فقال عن نفسه: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. هل فقهتم وفهمتم يا عباد الله حقيقة الحياة الدنيا؟ فلم الانشغال بهذه الملعونة سوى ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللعن؟ فهل أدركتم يا عباد الله حقيقتها وتفاهتها؟ فلعل مثل هذه الكلمات من نبيكم صلى الله عليه وسلم تردنا يا عباد الله.